السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده يا جماعة الجهاز ده، والجهاز ده هو باناسونيك، بس أعتقد هو مش باناسونيك أصلي، برغم إن هو مكتوب عليه باناسونيك، بس أعتقد هو مش باناسونيك أصلي، أعتقد اللي هو إيه تقليد. برغم إن هو مكتوب عليه ميد إن ماليزيا، بس أنا أعتقد اللي هو إيه اللي هو صيني. عموما هنفتحه من جوه ونشوف نتأكد، بس الظاهر قدامي اللي هو شكله اللي هو مش أصلي يعني. تعالوا نفتحه بقى ونشوف يا جماعة. بس قبل ما نفتحه هنشوف نوصله الأول في السيريا. هو طبعا هو مش شغال، بس نوصله في السيريا ونشوف فيه أي صوت، أي حاجة طالعة منه. أنا وصلته يا جماعة في الضوء اللي هو بتاع الاي سي هو شغال، معنى كده اللي هو دايرة الكهرباء شغالة، ومعرفش بس أخبار دايرة الصوت إيه، لأن أنا مش سامع أي حاجة خالص. تعال نفتحه عموما ونشوف الأخبار إيه. دلوقتي يا جماعة أنا شلت الجزء اللي هو الخاص بتاع الكاسيت اهوت، ماشي. جزء شلت اللي هي الجزء بتاع السماعات اللي هو ده، خلاص، عشان يديني مكان اللي انا اشتغل. وده انا ما اعتقدش اللي هو صيني، انا اعتقد اللي هو ماليزي. الصين ما بتستخدمش جاكات، بتلحم على طول سلوك على البوردة. وبعدين الصين بتستخدم اساسا سماعات ضم، بتستخدم اللي هي التويترز دي، بتستخدمها بتبقى ضم كاذبة يعني. فاعتقد ده فعلا ماليزي، يعني ماليزي يعني يعتبر اصلي، يعني زي الياباني بالظبط. وما اعتقدش اللي هو مجرد تقليد للباناسونيك. طيب دلوقتي بقى هنشوف، هفك اللي هي البوردة ديت واشوف الاخبار ايه، لان هو ما هوش برضه شغال بهيدفونز. بصوا يا جماعه، اما طلعت اللي هي البوردة اللي لقيت ايه، تقريبا ما فيش اي ازير خالص في المفاتيح. شايفين المشكله اللي فيه؟ المفتاح عندي ده مكسور، او المفتاح ده مكسور، وما فيش طبعا ليه بديل ابدا، يعني شكله غريب، ملوش اي بديل، مش ممكن الاقي له بديل. فالحل اللي انا هعمله ايه، هعمل ايه، اللي انا حاجه هشيل المفتاح من هنا واحطه هنا، لان ده مفتاح الفوليوم ده اساسي. يعني حاول، لان هو ممكن هنا برضه، هنا ممكن شغال يعني ده شغال ما هوش واقف، بس طبعا ده عشان عليه استهلاك، فعشان كده انا هبدل ده مكان ده وده مكان ده، فده برضه هيبقى شغال. ممسوك يا جماعة بمسمار اللي هو الفوليوم كنترول ده، اللي هو المفتاح اللي بيعلي وطي الصوت، ممسوكين بمسامير، فعشان كده ايه مش ممكن الاقي زيهم، مفيش زيهم. كده بقى خلاص على الهوا. هبدل ده مع ده وبعدين ارجع لكم تاني. بعد ما شلت يا جماعة اللي هو الكنترول ده، المفروض اللي هو بتاع الباص، فاكتشفت اللي هو ليه اساسا رجلتين بس، مش ليه تلاتة. يعني هو ليه رجلتين فقط مش تلاتة، فعشان كده هركب له رجل تالتة، لان هو بالظبط زي بتاع الفوليوم كنترول، بس الفوليوم كنترول ليه تلات رجلين، دي ليه رجلتين. هركب له رجل تالتة. الرجل التالتة هيت هعملها له ازاي؟ هجيب اللي هي ترانزستور يكون بايظ عندي قديم كده، واقوم لاحم اللي هي اخد رجل منه، واقوم لاحمها في ده كده بالازير، ماشي، واقوم موصله بالبوردة. دلوقتي هجرب السماعات يا جماعة، اشوف في صوت هيطلع ولا لا. اشيل بقى الهيدفونز، ماشي، اوصل بقى في الكهرباء. في صوت يا جماعة سامعينه؟ في صوت هو طالع يا جماعة. هقفله بقى على كده وارجع لكم تاني. الوقت هو الجهاز شغال يا جماعة ممتاز، بس هو لازال عايز اريال برضه، لان الاريال بتاعه مقطوم. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. يا ريت يا جماعة ما تنسوناش ان شاء الله في الاشتراك والمشاركة والاعجاب، وشوفوا فيديو جديد مع حاجة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.